ولا يمنع أنه مدرب كبير، ولكن في نواقص كثيرة. الهلال الموسم هذا لا زال عنده بطولة واحدة، ممكن تكون موسم جيد أو متوسط، نحصل الآخر قطرة على قدم نقاتل ونحاول نجيب البطولة. زين للهلال والجماهير نادي الهلال والأمير عبد الله بن مساعد اللي أعطانا كل شيء. نعم. الشيء الثاني اعتبر ماضي ونسي، لأن الهلال برضو فرط في جورج آرثر، ماترونا، جوردنسكو، مدربين عالميين كبار، لازاروني، يوزيك. الربط بين اللي انا ذكرت، لكن تحليلك يذهب مدربين يأتي مدربين. سامي تحليلك للمنتخب وحديثك عن اديموس. شوف بعطيك تحليل للمنتخب بالضبط ايش انا قلت. في دورة الخليج من احضر البطولة اللاعبين. قلت كذا. ممتاز جدا. قلت المدرب ما له دور. انا ابى اقول لك انه المدرب فاندرلين لا يعتبر له تقييم دورة الخليج او بطولة العرب. مدرب كبير واسم نعم واسم كبير. ممتاز واضح. فاندرلين بصماته واضحة، قراءته للمنتخب واضحة، عناصر اللي اختارها موفقة، لا زالت موفقة. ممتاز. ما ننتظره من فاندرلين، وانا كواحد من مشجعين المملكة العربية السعودية، انا قائد سابق ولاعب سابق وزملائي لا زالوا يلعبون، انه يقدم لنا منتخب يقارع في كاس اسيا ويقدر يسوي زي ما سوينا احنا في كاس اسيا الماضي، ويأهل المنتخب بالكاس العالم. لانه في تصريحات فاندرلين لا يعتقد ان سامي الجابر يفكر في المنتخب السعودي لحد الان. هذه رسالة له او غيره. لا يعتقد انه يفكر سامي الجابر في المنتخب السعودي لحد الان. التفكير في المنتخب السعودي فقط بعقلي وبقلبي بالدعوات الصادقة، لأن منتخبنا يكون موجود متواجد على الساحة